تستمر ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، حيث أكد مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني أن أهداف القائد ومبادئه تشمل كل الشعوب التي تعرضت للظلم والاستبداد والعبودية، وأنه أيقظ الشعب الكردي من ثباته وعرفه بحقوقه المسلوبة. وأوضحت العضوات أن فكر القائد ومبادئه ليس فقط للشعب الكردي بل لكل الشعوب المضطهدة والمظلومة، ولأنه قائد عالمي ودولي لم يرق هذا لدولة الاحتلال فحاكت مؤامرة عليه. القائد أبو فعل لأجلنا الكثير، لقد أيقظنا من سباتنا الذي كنا فيه. نحن كنا في سباتنا نائمين، لا نعلم شيئا عن حقوقنا، وقد استعبدنا الكثير قبل أن يضيء القائد طريق الحرية أمامنا. وبفضل القائد نحن الآن متيقظين وواعين لكل شيء، فقد كنا في ضياع قبله، ولولا وجود القائد معنا لبقينا في سباتنا ضائعين. والشيء الذي فعله لنا القائد لم يفعله لنا أي أحد. في الآونة الأخيرة زادت دولة الاحتلال من العزلة على القائد وشددتها أكثر، وهي بهذا تحاول أن تبعد القائد عن شعبه. وذاتا قائدنا ليس فقط قائدا للشعب الكردي، فنحن نقول بأنه قائد للعالم كله، فأفكار القائد وأهدافه منها لم تكن فقط لإخراج الشعب الكردي من الظلم، بل هي وكما يقول القائد: هدفي من كل هذه الأفكار والمبادئ هي إخراج كل إنسان يعيش في الظلم والظلمة إلى الشمس والنور. ودولة الاحتلال ولأنها ترى نفسها قطبا وترى لغتها قطبا، ولأن القائد لا يقبل بكل هذا الظلم، أرادت دولة الاحتلال أن تنفذ مؤامرتها الدولية عليه، ووضعت القائد بين 4 جدران لتمنع فكره الحر.